السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. النهاردة حبايبي هقول لكم طريقة جميلة وجديدة لعمل الصابون. عملته قبل كده في القناة مرتين، وحبيت أشجع تاني وأعمله لكم تاني علشان الناس اللي بتبيع الزيت دول بره طبعا بيكرروه وبيجيبوه لنا تاني ويبيعوه للمطاعم، فاحنا عايزين ما ندهمش فرصة ان احنا نبيعه ليهم ونعمله في البيت صابون. بصوا حبايبي، ده تشجيع ان احنا نعمله صابون وهيعجبنا جدا. الصابون ده لو هتحطيه في الكومبونيشن بتاع الحمام، هتحطيه على لياقة قميص، فوق اي بقعة، اي حاجة بيروح على طول. ممكن يكون مثلا شراب، اي حاجة. واخدين بالكم يا حبايبي؟ هيفيدنا جدا. بتبقى الرغوة وفيرة وروعة، هيعجبكم. طب يا حبايبي اخش في الموضوع على طول. دوت صابون مستعمل، اللي انتوا شايفينه ده كله صابون مستعمل. انا كنت حطاه في البتاعه ديت بتاعت برسيل دي 4 كيلو. 4 كيلو مليتها زيت. 4 كيلو يعني هم 900 جرام بالظبط. انا معايا حبه عشان اخليهم 4 كيلو. كل كيلو يا حبايبي عشان نخش في الموضوع على طول عليه تمن ايه؟ بطاط قشر سمك. اجيبه قشر سمك اللي هو بيدوب على طول. واخدين بالكم؟ فدول 4 اكياس اهو. اول كيس اهو يا حبايبي، كيس اهو، ادي كيس اهو، وادي كيس اهو، والكيس الاخير اهو. دول 4 اكياس. والكوبايه اللي قدامكم دي 4 كوبايات ميه. واخدين بالكم يا حبايبي؟ كل كيس ليه كوبايه ميه. وكل لتر زيت، دول 4 لتر يعتبروا، كل لتر زيت ليه تمن بطاس قشر سمك. ماشي يا حبايبي؟ يلا بينا نشتغل. بس خلي بالكم الزيت ده لازم نصفيه يا حبايبي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هفضي البطاس دوت يا حبايبي بقى وارجع لكم. فضيت البطاس يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين مفتفت ازاي. الكلاكيع اللي انتوا شايفينها ديت كان عندي محتفظه بيه، بس هو قشر سمك بس ايه، كور في بعضه، لكن هيفك بسهوله لانه ايه، قشر سمك. ولازم نعمل في حاجه فيها بلاستيك، يعني طبق بلاستيك، ولازم نقلب بحاجه خشب او حاجه مش معدن. واخدين بالكم يا حبايبي؟ وهنملى بقى الكوبايه دي 4 كوبايات ميه وندلقهم على 4 تتمان بطاس. يعني كل كيلو زي ما قلنا عليه تمن بطاس، وندوبهم فيها وهرجع لكم. ولازم المكان يا حبايبي اللي قاعدين فيه يكون فيه تهويه كبيره، يا اما بلكونه يا اما انا دلوقتي في المطبخ وفاتحه ايه، الشفاط، ولابسه كمامه كمان عشان ريحه البطاس ما تاذينيش، ومفيش اطفال جنبي طبعا زي ما احنا عارفين. حطيت يا حبايبي 4 كوبايات ميه، وشوفوا الكلكوعه فكت ازاي بسهوله. اتسابت في الميه شويه، وطبعا في دخان طالع منه، خلي بالي من الريحه وانا لابسه الكمامه دلوقتي. ندوب بقى على الاخر خالص. يا ريت كمان بدل الكمامه تلبسوا كمامتين اهو. هو بس المشكله ان ده يدوب حلو، وبعد كده الريحه بتبقى خلاص عاديه. المشكله في ده اهو يا حبايبي. ال4 كوبايات ميه دوبناهم بايه، بالميه بالبطاطس. ممكن نحط بقى ايه، كوبايه اريال بس كده هو بيرغي بيبقى جميل جدا. احنا بس ايه يعني نحب نزود بس الرغاوي، بس هو اصلا بيبقى بيرغي جميل وبينضف بطريقه فظيعه. ولا نبيعه ولا نعمل ولا يجيلنا ده كده لما ما نبيعهوش. يعني ربنا يجازينا خير ان احنا ما بننشرش الحاجات اللي بيعملوها ويبيعوا للمطاعم والناس تاكله تاني. اهو يا حبايبي هنا بقى ايه، شوفوا بصوا انا بعمل كده وكده، لكن اول ما احط والصابون يبدا يربط معايا، اول ما احط الزيت خلاص اعمل على اتجاه واحد عشان الصابونه ما تشققش. اهو كده خلاص ده خالص، مفيش اي حاجه ولا اي بطاطس ولا اي حاجه. نعمل ايه بقى؟ نصفي الزيت ونقلب. ونصفي الزيت يا حبايبي هنا اهو، تشوفوا معانا اهو. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين
واللي احنا نصفيه نحطه هنا اهو يا حبايبي. وممكن نصفي مباشرة، بس انا حبيت اوريكم اهو. شوفوا الزيت لونه ايه يا حبايبي، شكله ايه على البطاطس، لونه وحش، هيبيض ويبقى فله. شوفوا اقلب شويه كده اهو، وبعدين احط تاني وهرجع لكم يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، صفينا الزيت مباشره، بصوا وشوفوا لونه، اللون ده كله هيتغير وهتلاقي الصابونه بيضه زي القشطه. بعد ما حطينا يا حبايبي الزيت بقى نقلب في اتجاه واحد. شوفوا الزيت لونه وحش ازاي، شوفوا اللون، شوفوا اللون خشبه كده بقى. الريحه راحت يعني، ما تقلقيش بقى، بس برضو اي طفل ما يبقاش جنبيه. كان الاول الريحه صعبه طبعا في الاول، بس عشان البطاطس بيبقى مع الميه بيطلعوا دخان كده. بس شوفوا بقى اللون ايه، وبعدها هيبقى ايه، طبق بلاستيك حاجه خشب. بصراحه يعني هيطلع صابون ممتاز. عملته مرتين في القناه ونال اعجاب الناس، وقلت اعمله لكم تاني علشان نشجع الناس اللي بتبيع الزيت ما تبيعهوش. نقعد بقى نقلب. لو بصوا اتجاه واحد، لو زهقتي وتعبتي تروحي تقفي شويه كده. في بيعملوا بالدقيق، طبعا الدقيق ما بنعملهوش بالايه، هيبقى مكلكع كده ومش يعني هيبقى واحد بصراحه بمعنى اصح. اول ما بدات اعمله عملته بالدقيق، بس ما عجبنيش، كان مفرول كده وماسك في نفسه، بس ايه في كلكعه. لكن دي بتبقى ناعمه وبيضه وجميله، تحسي ان الخشبه بدات تتقل معايا. انا بقى تعبت مثلا اهو اسيبه شويه هو بيتخن لوحده، بس ما اعملش العكس كده، لا افضل في نفس الاتجاه اهو، واقف شويه يا حبايبي وهرجع لكم. على فكره لما اقف شويه بيتقل، واخدين بالكم؟ بصوا حبايبي، بصوا شكله، بصوا عشان وقفت شويه. شوفوا جمد ازاي، بصوا شوفوا بدأ يجمد ازاي. شوفوا حبايبي الجمال، يعني المفروض ايه على طول. شوفوا يا حبايبي، هقلب تاني برضو اهو، بس مبقاش اقف كتير كده اهو، عشان كده يعتبر قرب خلاص. وهيبيض، هفككه من بعض وارجع لكم، وبرضو اتجاه واحد. بصوا حبايبي، بصوا شوفوا اهو، ولا دقيق ولا حاجه. حسيت انك تعبتي اقفي شويه اهو. هو دلوقتي بدأ ايه يبقى صابون. شوفوا، اشوف حاجات بقى احطه فيها. عايزه تحطي حبه اريال يساعدوا على اكتر نظافه، مع ان ده بطاس يعني بينضف قوي. هحط حبه برضو قدامكم لو عايزين حسب الرغبه، هو كده كده بينضف اهو يا حبايبي. حطينا حبه مسحوق كده جميل بتاع الغسالات العاديه، بس عادي. شوفوا كان ماسك نفسه ازاي، بس لازم نقلبه قوي طبعا. ولا دقيق ولا حاجه اهو. شوفوا ناعم ازاي، واما ينشف بقى، هو الزيت كان غامق واحنا بنقلب في الاول، دلوقتي افتح، وخصوصا بقى اما ينشف هتلاقيه ايه بقى، الصابونه ابيضت. اجهز بقى ايه، كرتونه، اجهز صندوق خشب اللي عندي، واحط فيه كيس مشمع. هجهزها وارجع لكم يا حبايبي. المفروض ابقى مجهزه الموضوع ده على طول كده، بس عشان ده ما يجمدش زياده. هجهزها وارجع لكم. ده يا حبايبي بقى صندوق خشب نحط فيه وارجع لكم، عشان طبعا قبل ما يجمد خالص، لان مش هياخد وقت، في يعني يوم بس. خلي بالكم اما تلاقوه جامد برده كده اهو قوي بقى خلاص، لدرجه
مش هتقدري تتحكمي فيه تروح حاطاه على طول في الايه، في الكرتون. بس لازم كله يمتزج ببعضه اهو كده، البطاطس مع الاريال، مع الاريال زي ما قلنا حسب الرغبه. نحطه بقى في الايه، في الكرتون او الصندوق الخشب. بصوا حبايبي حطيناها في اول كرتون اهي، وطبعا لما ينشف شويه نروح مقطعين، واخدين بالكم؟ نقطعه عشان ما يبقاش ايه، يمسك قوي قوي كده. وبعدين هنستعمله ان شاء الله بعد ايه، يعني هو هينشف وهنشيله من الكيس هيبقى زي الفل بعد يوم، لكن نستنى شويه عليه عشان اي صابون بيبقى طري لازم نسيبه شويه. حتى ما بنجيبه من محل جاهز سواء صابون وش او صابون غسيل بنسيبه شويه لو كان طري، عشان الصابونه تعيش على طول، تعيش كتير يعني، واخدين بالكم؟ نحط التاني بقى وارجع لكم. بصوا حبايبي الباقي حطيتهم فين بقى؟ حطيتهم على مشمع وسويتهم من الجناب. طبعا هم مش سايلين قوي زي هيئه الكيكه كده اما تمسك نفسها، واخدين بالكم؟ سويتها بخشبه من الجناب كلها عشان طبعا ايه ما لقيتش الكرتونه، والباقي حطيتهم في الصندوق اللي هي صندوق الخشب. ودول يا حبايبي اهو صندوق الخشب زي ما انتم شايفين. واحاول اقطعه بعد يعني يوم كده اهو علشان ما يمسكش ببعض. شوفوا لونه بقى هيبقى ايه دلوقتي، لونه شوفوا غامق ازاي. هي الكاميرا برضو ايه مغمقه شويه، هو افتح شويه. شوفوا هوريكم الصابون القديم شكله ايه. بصوا حبايبي الصابونه دي اهي، دي عاملاها شوف لونها، ولون اللي تحت بتفتحها قوي كده، وكانت الصابونه دي اغمق كمان. وشوفوا تقطعيها حسب الايه، السمك اهو، السمك اللي انت عايزاه تقطعيه، واخدين بالكم يا حبايبي؟ الفرق بقى بين الصابونه اللي انا افتكرت وقطعتها ديت بقى، شوفوا بس عادي، ديت بقى ايه نسيت ان انا اقطعها. شوفوا بس برضو ناشفه وجميله ومش هتعمل حاجه يعني، هتنفع برضو في الايه، في الغسيل وفي كل حاجه. بصوا ديت بقى قطعتها بعد ما نشفت خالص، نسيت ان انا اقطعها. شوفوا كده بس نفعت وجميله جدا، وهتبقى ايه برضو بترغي ورغوتها جميله، ولونها برضو ايه اهي، لونها جميل برضو، واخدين بالكم؟ شوفوا بقى التانية متقطعه، يعني يوم كده واقطعها يا حبايبي. وان شاء الله يا حبايبي اما ينشف ان شاء الله، ان شاء الله هنشوفه افتحها قد ايه. بصوا حبايبي الصابون دوت عملته من الزيت اللي هو مستعمل، جميل جدا، ينفع لشراب، ينفع لياقة قميص، ترغيها بس وتبقى تحفة. وخلي بالكم اللون ده يا حبايبي زي ما انتوا شايفينه كده غامق، لكن الصابونه اما بتتعمل وينشف بيبقى تحفه وابيض زي القشطه. هوريكم صابونه اتعملت قبل كده اهي يا حبايبي. الصابونه دي انا اللي عاملاها، ولونها كانت نفس اللون اللي انتوا شفتوه، ومقطعتها وتحفه وتنفع في اي حاجه، بدل ما نبيع الزيت ويرجع لنا تاني ناكله في المحلات والمطاعم، فيستحسن ان احنا ما نبيعهوش ونعمله صابون، عشان ربنا يحفظنا جميعا من الامراض ويسترها علينا. وان شاء الله نعمل الصابون وتشوفوه. يلا حبايبي نشوف الصابون مع بعض. بصوا حبايبي، بصوا نقطعها ازاي دي بقى اهي، زي ما انتوا شايفين كده اهو، نشفت نوعا ما اهي، شوفوا علشان ما سيبهاش ايه لحد الاخر اهي. امشي بقى كده 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 اهو. بصوا يا حبايبي اهو، شوفوا سهله ازاي في التقطيع عشان ما تنشفش وتبقى صعبه ان احنا ايه نقطعها. قطعناها بالطول بقى، بالعرض نقطعها بالطول. مش هدخل هقول لها ما اوصل كلام، بس هتلاقيها هتشوفني لو خرجت المفروض اخرج. يا حبايبي قطعناها بالطول والعرض اهو عشان تنشف براحتها. ونقطع بقى الكرتونه دي كمان، وادي الصندوق الخشب قطعناه بالطول والعرض يا حبايبي. بس كده بكره بقى نفضيه ونحطه ايه ينشف من الجناب كلها ان شاء الله. اما يخلص خالص اوريه لكم. بصوا يا حبايبي نشف شويه بقى
قلبت الكرتون اللي هو الصندوق اهو. بصوا حبايبي قلبته على السيراميك عادي، ممكن يتمسح عادي اهو. الخطوط شغاله اهو، وشوفوا قطع من هنا ازاي، فصل ازاي من الايه. دلوقتي ايه هوريهولكوا لما اقطعه وحدات. هو يعتبر نشف بس عايز ينشف زياده. انا قلبت عشان ايه اللون هنا، شوفوا الزيت نزل تحت ازاي، يعني يعتبر لسه ما نشفش برضو بس ناشف. هقطعه وارجع لكم. وده بقى هنكمل القطع بتاعه. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي اخيرا بقى الصابون ايه حطيته، بس طبعا لسه طري زي ما هو. خدين بالكم يا حبايبي. بصوا الصابونه الجميله دي، بصوا حسب ما ايه ما تقطعيه. لونها من هنا فاتح ازاي وهنا غامق. بصوا يا حبايبي اهي، هقلبها لكم. هنا غامق اهو، نشيل ده الزوائد زياده. بصوا هنا اللون ايه، بصوا اللون هنا تحس ان ايه فاتح شويه، وهنا غامق او في مناطق غامقه. لا الفاتحه هي اللي كانت وشها فوق للجو، اما الغامقه كانت لتحت. فانا حبيت ان انا اطلعهم على ورق جورنان كده واخليهم كده اهو، بحيث ينشفوا من كل حته ونستخدمهم بس لما ينشفوا خالص. الصابونه تعرفيها حلوه يا حبايبي من ايه بقى؟ ان هي ناعمه، العجينه بتاعتها ناعمه، ما فيهاش كلاكيع ولا اي حاجه. عارفين لو فيها كلاكيع، في بيعملوه بالدقيق بيبقى فيه كلاكيع يبقى ايه ما لفتيش قوي حلو كويس. يعني لازم ايه زي الكيكه كده ما بتعمليها لازم تقلبي كتير عشان ايه تطلع حلوه. دي برضو في اتجاه واحد، لو كنا عملنا في اتجاه عكس اللي احنا عملناه كان هيبقى مشقق وحش. ده بقى ما ينشف يا حبايبي هيبيض زي اللي انا وريتها لكم قبل كده. اتمنى تجربوه. ان شاء الله هيطلع حلو جميل جدا من غير دقيق ولا اي حاجه. والزيت اللي احنا هنبيعه للناس دوت اللي هم بيبيعوه عشان يأذونا بيه، يبقى كده احسن لنا ان احنا ايه نعمله صابون ينفعنا في البيت. اتمنى يا حبايبي تجربوه، هيعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الزيت ده يا حبايبي اللي على الصابونه كده، يبقى لسه ما نشفتش عشان تنشف من كل الجهات. نعملها كده اهو يبقى كده بقى هتنشف. ما تستعجليش عليه علشان يديكي رغوه وفيره، تخليه ينشف خالص. باي باي.